مساكم الله بالخير. أي شخص مضطر أنه يقعد على الأرض مثلا في المسجد، مثلا وقت خطبة الجمعة، الديوانية، وقت الأكل، دائما يتعود يخلي تحته مخدة صغيرة، سواء الكوشية، مطرح، حتى مخدة النوم ما تفرق يعني، ولكن يفضل أن تكون المخدة شوية سميكة والاسفنج اللي فيها يكون قوي، لأن هذه الطريقة راح تمتص وزن الجسم وتشيل الضغط عن أسفل الظهر، الفقرات، عن العصعص اللي عنده آلام في العصعص، عن مفصل الحوض، وايد راح تفرق معاك. حتى مثلا والله مرات انا المرضى يقولوا لي يعني مثلا اروح فيها المسجد، ما يمنع حطها في كيس، طلعها حق خطبة الجمعة، تخلص ردها في الكيس، اخذها معك، وايد راح تفرق معك صدقني، وايد راح تريحك. حتى في السيارة، حتى لو كان كشن السيارة مريح، هم حط لك مخدة راح تحس براحة اكثر، وراح يفرق معاك وايد وايد، خصوصا الاشخاص اللي عندهم خشونة في اسفل الظهر او الحوض او العصعص. عدل ظهرك.